الناشط الإعلامي أحمد المسالمي. أهلا بك أحمد معنا مرة جديدة. كيف هي الأوضاع الآن من حولك في درعا؟ نعم أخي الكريم، أوضاع ميدانية صعبة للغاية. قوات النظام تصعد بشكل عنيف على بصرة الشام ومدينة نوى تصعيد عسكري من الطيران المروحي. الطيران المروحي أغار يوم أمس مرتين على مدينة نوى وقصف بالبراميل، مدينة بصرة الشام، وقصف بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين وعدد كبير من الجرحى. أما صباح هذا اليوم فكان الطيران الحربي على موعد مع مدينة نوى، فألقى عليها 3 براميل متفجرة، وأيضا أغار ببرميل متفجر على مدينة أنخل. وهناك قصف من رجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على بلدة معربة بالريف الشرقي المحاذية لمدينة بصرى الشام. وهناك قصف أيضا على درعا البلد بالمدفعية وراجمات الصواريخ. وهناك خروج لعربات شيلكا من البانوراما إلى السهول الشمالية بدرعا المحطة، وتحركات متقطعة لقوات النظام داخل بلدة الحارة، وسيارات لها تجوب الشوارع في مدينة الحارة. وكان هناك اطلاق نار من مضادات ورشاشات قوات النظام من حاجز المفطرة باتجاه السهول المحيطة، وتصعيد عسكري عنيف على مدينة نوى باستخدام قوات من حزب الله اللبناني حالش إلى محيط المدينة، ورفع رايات هذا الحزب على مشارف المدينة الشرقية والجنوبية بتصعيد عسكري ملفت للأنظار لقوات النظام إلى مدينة نوى في الريف الشمالي الغربي لمحافظة درعا. لماذا نوى أحمد يعني فيها؟ نوى تم تحرير أغلب المناطق، تم كسر الحصار من قبل الجيش الحر، كانت تفرضه قوات النظام من الجهة الغربية والجهة الشمالية الغربية. الجيش الحر يحاصر تل الجموع ويحاصر تل الجابية، يحاصر تل الجموع المتواجد جنوب المدينة، وتل أم حوران المتواجد شمال المدينة. قوات النظام كانت تتغنى بقواتها وقوة قواتها باللواء 61 الذي يعد من أكبر الألوية في الجيش السوري. الجيش الحر كسر هذه النظرية، واستطاع أن يحرر هذا اللواء ويسيطر على أكثر من 80% من كتائب وألوية هذا النظام. النظام يحاول الحملة العسكرية التي يقوم بها على مدينة نوى بإبعاد الأنظار عن الانتخابات التي ستجري بعد أيام المزمع إقامتها، الانتخابات الرئاسية. يحاول بالحملة العسكرية الشرسة على مدينة نوى توجيه الأنظار إلى مدينة نوى ليتسنى له إقامة الانتخابات في مناطق أخرى، وهذا لن يحصل بإذن الله. شكرا جزيلا لك من درعا الناشط الإعلامي أحمد المسالمي. في محافظة حلب ثانية كبريات